انا واثقه ان بعد ما تشوفي الفيديو ده مستحيل تدفعي جنيه واحد في الجيليكولا او في الكاندي. العيل اللي هيقولك هات اجيب جيليكولا يا ماما هتقبضي في زمرة رقبته. وده ليه؟ بعد ما تعرفي ان هو بمكونين بس، والموضوع سهل واقتصادي وسريع وبسيط جدا. الفكره كلها بس في تركيبه المكونات او نسبه المكونات على بعض. ده بس هو كل الخلاصه، لكن الموضوع مفيش ابسط من كده. لو عيل في كي جي 2 هيعملها. يلا بينا نشوف عملنا ازاي مع بعض الكاندي اللي بيمط ده، وعامل ما شاء الله زي الاستك. بس قبل ما نبدأ كده صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسيت اقولك ان كمان في طريقة لو ما عندكيش القوالب السيليكون دي، هقولك تعملي ايه علشان تعملي الجيليكولا من غير ولا قالب سيليكون. بس حطوا لايك للفيديو ده علشان انا زي ما وعدتكم عندي افكار جديدة جدا وحصرية. كل ما بتحطوا لي لايكات وبتشجعوني وبتدعموني كل ما طاقتي بتزيد وهنزل لكم ان شاء الله بالجديد. يلا بقى نشوف كده القمر الجميل ده اتعمل ازاي بكل بساطة، ونبدأ كده ونقول بسم الله. في الاول خدي لك بقى لفه على السوبر ماركت وهاتي كل اطعمه الجيلي اللي بتحبيها. عندك جيلي فراوله، موز، اناناس، خوخ، مانجا، بطيخ، كل الاطعمه. هاتي كل الاطعمه اللي انت عاوزاها. انا ما بروحش اقول له عاوزه اطعمه، انا بروح اقول له هات لي كل الالوان اللي عندك. هنجيب بقى كوباية من المية المغلية وضفت فيها معلقة كبيرة مليانة من السكر ومعلقة كبيرة مليانة من الجيلاتين. الجيلاتين يا جماعة ده والله حلال، بيتباع عند العطار، وروحي قولي له عاوزة جيلاتين حيواني حلال، متاح وموجود في كل مكان يا جماعة. تمام. هنجيب بقى عليهم باكو من الجيلي أي طعم بقى، احنا خلاص موضوع الطعم ده خلاص خلصنا منه. طيب قلبي بقى كويس قوي الكلام ده كله مع بعضه، مش بنرفعه على النار ولا اي حاجه خالص. بس ضروري تكون الميه بتغلي، ما ينفعش تكون الميه سخنه، لا لازم تكون بتغلي. هقلبهم مع بعض، ولو لقيتي فيهم اي تكتلات ضروري تصفيهم. بعدين هنجيب بقى القوالب بتاعتي بتاعت الايس كريم دي، ودي كانت فكرتي بصراحه، انا ما شفتهاش والله عند حد قبل كده، بس دي كانت فكرتي. حتى القوالب دي قوالب السابليه اللي كنا عاملينه مع بعض، ودي قوالب صغنطوطه كده كانت عندي، انا ما اشتريتش قوالب خالص. كل اللي كان عندي حتى قوالب الشوكولاته طلعت كل كده اللي في الضرفه واستعنت بالله على طول. بصوا بقى هتستخدمي حاجه تكون ليها بوز زي السوسيره اللي معايا القمر دي، استخدميها. لو عندك القوالب السيليكون اللي هي الصغنطوطه خالص بتاعه الجليكولا، هتعملي ايه؟ هتجيبي سرنجه بس هتشيلي طبعا السن، وهتبداي ان انت تملي القوالب بالسرنجه علشان تطلع معاكم متساويه وما تكونش طالعه بره القوالب. انا بقى عملت ايه؟ انا حطيت القوالب الاول في سيجان علشان لما اجي انقلها تكون سهله في النقل. اوعي تحطي في القوالب من غير ما تكوني حطاها على صينيه. تمام. وبعدين حطيت في كل قالب نصه بس، يعني ما مليتش القوالب للاخر، نصها 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 كده. حتى في كمان في الستيك بتاع ايس كريم. ليه؟ علشان عاوزه اعمل الوان متدرجه كده. تمام. هنا بقى اقول لكم فكره كمان، عملت واحد بالاناناس ولقيته اخضر فاتح. طيب حلو قوي، ممكن استخدم اللون الاخضر الفاتح ده كلون يعني كدرجه، واستخدم واحد تاني اناناس بدرجه اغمق بان انا اضيف له لون اخضر. فاهميني؟ يعني درجي الالوان، يعني بعد ما تصبي شويه باللون الاخضر الفاتح زودي لون وحطي اخضر غامق، فيديكي درجات كده حلوه، الولاد هيتبسطوا بيها قوي. وابداي بقى اعبي القوالب. وعايزه الفت انتباهكم هنا لحاجه مهمه جدا، ضروري لما تيجي تعملي الوصفه دي تكون التلاجة بتاعتك فيها رفين فاضيين. ما هو ضروري ان هو يدخل التلاجة مباشر، يعني اول ما تخلصي على طول على التلاجة. ما ينفعش ابدا ان انت تخلصيه وتسيبيه بره والجو اصلا حر فمش هيتماسك. بنسيبه بقى في التلاجة ليله كامله. وطبعا مش هحكي لكم ومش هشرح لكم الليله دي عدت على العيال ازاي. يا خراشي العيال كان ناقص شويه ويجيبوا فرشه يفرشوها قدام التلاجة. مؤمن ابني طول الليل فاتح التلاجة واقف يتفرج، يعني امه الواد اتبهدل اليوم ده. بصوا بقى ما شاء الله الجمال، اللهم بارك بجد، يستاهل بقكم والله. حاجة كده رهيبة. شايفين بقى الألوان والجمال اللي هو اللي لونه غامق دوت، أنا كنت حاطة على الأخضر موف فإداني اللون ده، وفي بقى أصفر حطيت عليه أخضر. كنت بقعد أبتكر. عملت كام باكو؟ عملت حوالي 5 بواكي، كل الكمية دي ب5 بواكي بس. تمام. يعني شوفي بقى 5 بواكي جيلي، والله العظيم انا بجد مش عارفه الباكو بكام لاني كنت جايبه حاجات كتير. هو تقريبا ب14 ب15.
مش عارفة، يعني قولي لو ب15 جنيه يعني ال5 ب75 وخدنا 5 معالق سكر من البيت، وقولي ب10 جنيه جيلاتين، يعني حوالي كده 85 جنيه والّا 90 جنيه. بُصّوا بقى عملنا كمية ما شاء الله اللهم بارك قد إيه. أصلًا الكيس بيتباع ب15 جنيه ما فيهوش 3، 4 وحدات، وأكيد عليه مواد حافظة وألوان صناعية وحاجات كده يعني ربنا يرحمنا. طيب يا حورية نسيتِ تقولي لنا اللي ما عندهاش قوالب تعمل إيه؟ اللي ما عندهاش قوالب تجيب صاج تحط فيه كيس بلاستيك بس من غير أي حاجة خالص، أو علب بلاستيك وتحط فيها كيس بلاستيك وتبدأ تنزل بالجيلي بنفس المكونات اللي عملناها، تنزل طبقة رقيقة وتسيبها لمّا تبرد، وبعدين تنزلي بطبقة رقيقة كمان لون تاني، فهيبقى معاكِ ألوان متدرجة، وتسيبيه بقى بعد ما يتماسك تاني يوم قطّعيه مكعبات وهو كتلة واحدة كده، قطّعيه مكعبات على طول يبقى شكله تحفة، أو صوابع أو مثلثات براحتك خالص. هنا أنا حطيت يا جماعة معلقة كبيرة من السكر السنترفيش سكر خشن عادي، عليه معلقة كبيرة من النشا وذرة من ملح الليمون علشان يدينا بقى المزازة، وبس كده. شايفين بقى الجمال؟ ما يالّا بينا نقول الدعاء، واللي لسه ما حطّتش لايك لحد دلوقتي أنا زعلانة منِّك يا فوزية آخر زعلانة، عشان أنا مدلعاكِ وأنتِ مستخسرة فيّا اللايك. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.